صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي سليمة كابيل. نورتوني وشرفتوني فيها. نتمنى تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. توحشتكم حباباتي، توحشتكم بزاف بيسك غبت عليكم اكثر من سمانه. الله غالب، الصحه هي اللي درت لي هكا. وانا كنت نصور لكم في هذا الفيديو، درت هذاك البرودوي وضرني بزاف، على بها طولت به حطيت لكم هذا الفيديو. المهم، اول حاجه كي نوض الصباح شربت قهوتي وشربت ولادي راحوا للمسجد. من بعد ديريكتوم واش درت، رحت بديت بالفطور. درت مطلع، خبز المطلع، بيسك راجلي يحب الخبز المطلع مع الفلفل، وجاني شويه فاسيل بيسك المطلوع كيما على بالكم نديرو في البيتران هكا، نلم كلش ونديرو. راني نوري لكم المكونات اللي ندير لهم في المطلع. فوالا، درت السميد والفارينه والسينوج والملح، خميره الخبز وملعقه سكر شويه زيت، ولميت كلش بالماء الدافئ. فوالا، وخليت البيترا هي اللي تخدم. برك انا نعسها وندير لها الماء. فوالا، يعني هاد الطريقه بزاف مليحه، تقدروا تعتمدوها في رمضان هذا ان شاء الله. انا بالخف يوجد لي هنا شويه الفلفل، طيبت الطماطيش هكا، ونزيد الدراري شربة حليب. هما على كل حال ياكلوا في المسجد، بصح بالك نسي جامي يجوع واحد فيهم، ندير لهم شربة بالحليب، يحبوها بزاف. فوالا، هنا نوري لكم المطلوع. شوفوا هنا خلاص كمل، تعجن مليح. شفتوه كيف الاستيكي ما شاء الله. المهم البنات، ما وريتكمش النتيجه كيفاش طلعت لي المطلع، بيسك ما صورتش، الله غالب. المهم هنا بعد ما فطرنا انا رحت وجبت ولادي من المسجد، درت شويه شغالات، قضيت شويه كاع وليت للدار باه دخلت هاد الكوزينه وكملتها. المهم هادو كاع الماعن نتاع الصباح وتاع الفطور. فوالا، الحاله يعني ما تشكرش. قلت لي كي دي كاع هادو الصوالح، ومن بعد نروح ديريكتومون نبدا في الاعمال العميقه، يعني في كيف نقولوها كاسدينا كنتورا، نبدو في التنظيف العميق. يعني ندخلوا هنا برك نحي عليا هاد القربوجات هادو. شفتوا شربة بالحليب ما كلاوهاش كاع، وانا بصراحه ما نقدرش نخليها. فوالا، دونك بيسك ما ياكلوها ليش لازم نرميها ديريكت. ما تقولوليش دوكا علاه ترمي في النعمه وكاع، بصح الغالب ما عندناش حيوانات لا قطوطه لا والو، كيما على بالكم رانا ساكنين في الباطيمات. فوالا، غسلت كاع الماعن. البنات كيما قلت لكم البرودوي ده هذاك تاع فورس اكسبريس ضرني بزاف. البنات ننصحكم ما ديروش كيما انايا. انا موالفه نغسل به جامي دار لي حاجه، بصح هاد الخطره والله غير وشفت الموت. بعد الشر عليكم كاع. المهم البنات كي تستخدموا هذاك الفورس اكسبريس لازم عليكم تديروا لي غون، تديروا كمامه. انا كي كنت نخدم به كنت صافا ما دار لي والو. بعد كي كملت كاع شغالاتي حسيت بخنقه ما نحكي لكمش عليها، وصدري تزير بزاف. ومن بعد بدا يخرج لي واحد الصوت. كي رحت للطبيب قال لي تباني كي كاين قط داخل لي بومو ديالك. المهم ضرني بزاف هذاك البرودوي، على بها يا البنات ننصحكم ردوا بالكم، ديروا الكمامه، ما يكون خسرين والو 2000 فراك ما راحش تضروا روحكم. سورتو لي بوم، والله العظيم غير فشلني. هذا الروتين درتو السمانه اللي فاتت، بصح من هذيك السمانه وانا طحت مريضه، ما نقدر لا نطيب، ما نقدر لا نوض، ما نقدر نروح للمسجد، ما خرجت ما والو. راجلي بقى يومين ما خدمش.
هو اللي كان يلاهي بدراري، وجارتي تاني ربي يحفظها عاونتني مع دراري، ربي يحفظهم كامل. وكما على بالكم الزهر تاعي جا في الاختبارات وانا مريضه، والله ما علمتهمش بزاف، خليتهم غير وحدهم هاد الخطره. ربي المهم ربي يوفقهم ويوفق جميع اولادكم يا ربي. هذا ما كان. المهم البنات كما قلت لكم كملت كاع الماء تاعي، غسلتهم كاع هكا. صراحة كما يقولوا تشتهي السفن، كيفاش يقولوا هذاك المثل، تلتقي السفن بما لا عفوا، تشتهي الرياح بما لا تشتهي السفن، هكا بالك. سمحوا لي دوكا ما تضحكوش عليا، بويس كيما على بالكم انا قبيليه كيما كتبت لكم كابيل، دونك لازم تفهموني شويه وتسعفوني. مع الوقت راح نتعلم معاكم نهدر. المهم غسلت كاع الماعن، تعبت شويه هكا في الكوزينه، مي الحمد لله بانت. انا كي درت الكويزينيير في هذاك النهار اللي قلت لكم حكمني المرض، درت الكويزينيير ودرت القجور، درت الحيط كاع اللي قدام الكويزينيير، درت له كاع هذاك البرودوي، نظفته بزاف. من بعد كيد كي كملت كاع بقى لي غير الفريجيدير والطاقه تاع الكوزينه. بعد كي كملت كاع مرضت وخلاص. من هذاك النهار ما درت والو حتى هاد اليوم البنات. هنا في هذاك النهار اللي مرضت شفتوا كيفاش درت عادي بلا ليغون، بلا كمامه بلا والو، شفتوا غسلت. المهم غسلتهم كاع يلمعوا. والله الفورس اكسبريس هذا ينحي الغمه وكن برك ما مرض. شفتوا هذوك اليدين كاع راح يولوا يشعلوا دوكا. فوالا درت فيه ومن بعد وزعت له هكا كاع باللافيت ونخليه هكا شويه. ما تطولوش البنات بيسك راح يشحاب، سورتو هذا هادو الماعن. انا تكحلوا لي شويه في اليدين كاع، قلت نغسلهم كامل. على بالكم رمضان لازم الواحد يدير كاع هادو الامور. سورتو انا البروبليم تاعي عفوا هذه عندي مده ما استخدمتهاش، طلعتها كاع لبرا ومن بعد شفتوا الغبره كاع سبك ولا ما على باليش. المهم ولات كاع مارون. المهم نقيتها تاني هذه مليحه ولات تشعل. نولي لهدرتي كيما قلت لكم البنات رمضان لازم له هكا. وانا الديفو تاعي كي قريب رمضان نخلي حوايجي هكا، نقول قريب رمضان ونديرهم ما على باليش اذا عندكم نتوما هاد العاده، مي انا هكاك. المهم البنات هذه تاني درت لها كاع الفورس اكسبريس وخليتها يعني صلحتني. كنت حاطه الماء في البلاكر بصح كوزينتي انا ضيقه شويه، قلت نحي هذوك الماء تاع البلاكر اللي نستخدمهم ونرجعهم في هذه السله. كيما على بالكم راني ساكنه في السوسيال، عطاونا دار في 2022 هكاك. المهم مازال ما لحقش عامين من اللي سكنت هنا، الور مازال ما بدت والو، سكنتها كيما عطاوها لنا. الحمد لله ربي يرزقكم كاع يا البنات، ربي يرزقكم واش تتمنوا وربي يعطي لكم على حسب قلوبكم، وربي يغنيكم ان شاء الله. اللي ما عندهاش دراري ربي يرزقها، واللي ما عندهاش دار ربي يرزقها، كل وحده ربي يرزقها واش تتمنى البنات. على بالكم الدار صعيبه، وانا كنت كاريه من دار لدار 11 سنه وانا كاريه. صغري كاع جزتو في ديور الناس، بصح الحمد لله البنات الصحه هذا ما كان وربي يفرج. شفتوه الحمد لله. انا جامي قلت جامي
يجي نهار ويكون عندي دار وندير واش نحب فيه وبدون ما نخاف واحد يخرجني ولا نتاخر على دراهم تاع الكرا ولا على بالكم. والله العظيم شريت بزاف حوايج فسدوا لي برك من النقله. المهم اللي عاشت كيما انايا على بالها واش راني نحكي، بصح الحمد لله هي البنات نسكن في شومبرا هكا وحده هكا. المهم تكون داري هذا مكان البنات. الحمد لله على كل حال. جازوا العوام وربي رزقني بهاد الدار، ما انا ومع اولادي وراجلي ورانا فرحانين بالبزاف الحمد لله يا ربي، والعقوبه ليكم كاع البنات. المهم هنا هادو الشتاء البنات ننصحكم بها بزاف، راهم ينحوا الغمه، شفتوا ما شاء الله يعني تساعد بزاف. هادو وريتها لكم في المشتريات يا ربي، شريتها 10,000 هكاك. هادوك ما لافت ما تشوفوش فيهم. المهم البنات كي كملت كاع الماء نتاعي وغسلتهم بالبيان ولاو يشعلوا كامل، جبت هاد القجور تاع البلاستيك نحط فيهم المصروف تاعي تاع الشهر شويه هكا حوايج، ومن بعد ان شاء الله نشارككم واش نحط فيه. المهم ما درتوش في الداخل بيسك ما عنديش من مده من اللي رطبته البنات. كنت نرطب وندير شويه هكا نحي شويه، بصح ما نصور لكمش على بالكم مع التصوير كاع والقرايه تاع الدراري والاختبارات والظروف كاع صعيب عليا شويه التصوير. مي ان شاء الله راح نحاول قد المستطاع به نصور لكم ونبارطاجي معكم روتيناتي اليوميه، سورتو في هذا رمضان ان شاء الله. دعوا لي برك بالشفاء بيسك مازال لي مريضه، مازال لي بومو تاعي يزيروا عليا بزاف. مي راني نحاول، ما نحبش كيف نقول لكم هذاك الفال وهذاك الفرحه تاع رمضان وكاع ما يجوش على داري وولادي. دونك درت الكوراج ونط هكا باش نفرح وليداتي وراجلي ما يحسوش هكا باكتئاب والحزن. على بالكم انتم الايام الاولى تاع رمضان كيفاه والتحضيرات وكاع البيوت الجزائريه على بالها واش نهضر. هنا حكيت كاع هذاك الحيط اللي في القجر قدام القجر بيسك حطيته قدام الكويزينيا. الوغ كيما على بالكم عنده ليدام هكا وصبك وكامل. المهم البنات هنا بعد ما درت لا كويزينير تاني، بصح ما صورت لكمش البنات بيسك انا كنت عم بالي نصور وانا درت لها بوز بلا ما نعرف. المهم غسلت تاني لا كويزينير تاعي مليحه، وان شاء الله العشيه راح ندير لكم فيديو بيسك اليوم درت هاد الصباح درت الثلاجه تاعي كاع وكملتها، ودوك راني ندير لكم في المونتاج تاع هاد الفيديو. من بعد ان شاء الله راح نخرج بيسك مازال ما شريتش القضياني تاع رمضان. كي يخرجوا الدراري كاع على 3 وراجلي من الخدمه ان شاء الله نروحوا لواحد لا سوبيرات ونشرو كاع المستلزمات الرمضانيه ونديرهم فين. بعد ندير لكم ان شاء الله جولة كاملة في المطبخ ديالي. اليوم راح تتعرفوا على المطبخ ديالي بإذن الله. ومن بعد سا ديبون بالك نبارطاجي معاكم فيديو في العشية ولا غدوة كيما كتب ربي. دعوا لي برك حبوباتي نبرة والله العظيم باش كضرني الحال بزاف. شوفوا الثلاجة على بالي بزاف عليكم بزاف فيكم بالك تقولوا لي معفونة. دوك نقول لكم البنات انا قلت لكم هاد الصباح اللي درت هاد الفريجيدير وكان راجلي هو اللي يطيب. على بالكم رجال كيفاه يحسن عونه يعني ربي يحفظوا ليا كي يساعدني، بصح ما كانش لا يمسح ما كان لا والو، كان غير بيديه المسخين وكاع ويخدم. وزيد كي وريت لكم الثلاجه تاعي قديمه بزاف، شريتها ملي تزوجنا هذا 13 سنه، ومن بعد مع النقله وكاع توشات ولات لي تخرج ليا لا كلاص، تخرج لي بزاف من لا كلاص. الار ذوبتها كامل الليله العشيه. في العشيه نحيت تريسيتي وحليتها كامل وخليتها تذوب. كي ذابت كامل شوفوا درت لها رغوه. صباح نوض ديريكتوم في هذا الصباح قبل ما ينوضوا ولادي باش يروحوا للمسجد، نوض على 6 هكاك بديت بها ديريكتوم لقيتها خلاص ذاب هذاك الثلج كاع لا كلاص.
ومن بعد فوالا رغونتها كامل، غسلتها من الداخل ومن برا، رديتها تشعل شعيل. شفتوا سوتو هاد الخطره ما نكتبش عليكم البنات، طولت به. شفتوا الحاله تاعي ما تقجموش برك البنات، على بالي بلي كاع انا كيف فوالا. هنا انا بعد ما حكيتها كامل دوشت لها. المهم على بالي تقولوا لي هكا تضريها هكا، بصح والله غير كرهت منها. قلت اليوم ندوش لها تدويشه، موالفه نمسحها برك، بصح واش نقول لكم اوبليجي هكا على خطره نغسلها. يعني قلت لكم توسخت بزاف. وهذاك الاحمر اللي شفتوه، اللون الاحمر هذاك ملون غذائي، دفقوا وليدي في الثلاجه وراجلي ما مسحوش ديريكت. على بالكم البنات هذا بالك قريب اسبوع اليوم اللي نط فيه الحمد لله هكا. المهم هنا بعد ما كملت الثلاجه رحت لافايونس اللي قدام الثلاجه والحيط كامل رشيته بالفورس اكسبريس. جوسي البنات هنا تاني اليوم ما درتش ليكو بيسك ما عنديش، بصح درت لكم معمه. فوالا البنات هنا بعد ما كملت البلاصه تاع الفريجيدير كاين الظلمه هنا بيسك البنات طفيت الكونتور ما كاش الضوء. فوالا نحيت اول حاجه نحيت الريدو، من بعد رشيت بهذاك الفورس اكسبريس، رشيت كامل بيسك المره اللي فاتت حطيت هنا لا كويزينيير، ومن بعد كي نحيتها ما غسلتش الطاقه. هذا شفتوا راه مقشر البنات كيما قلت لكم. كي سكنت هذا الدار جامي درت له لا بانتور ولا سكنتو كيما عطاوه لنا، بصح معليش بيسك انا على بالي راجلي قال لي ان شاء الله اذا كتب ربي في هذا الصيف كاع راح نديروا له بزاف تغييرات. وهذا النافذه بالك نبدلوها بالالومنيوم، هذيك النوافذ تاع بي في سي، وندير لا فايونس وندير بزاف تغييرات في هذه الكوزينه. المهم نظفتها، المهم تولي نظيفه ما مقشره هكا بصح نظيفه. رغونتها كامل بالبيان ومن بعد شللتها فوالا وليت نقيه ما شاء الله. بدات الكوزينتي تبان نقيه الحمد لله يا ربي. والله غير نويت ما ظنيتش باللي نوض كاع هكا، قلت ما عنديش زهار وحزنت، بصح ربي كريم. واليوم نط لداري ونط لوليداتي الحمد لله يا ربي. من هذا المنبر نشكرك يا ربي بالبزاف الحمد لله. المهم يا البنات هنا بعد ما كملت درت شيفونه في الفروتوار ومسحت كاع الحيط هذاك ولا فايونس، وجبت هذه تاني مسحت بها كاع الفريجيدير ولا واو ما شاء الله. شوفوا البنات كاين بزاف انا بصح ما حبيتش نطول عليكم اكثر من هذا الشيء. كاين جزء ثاني، هذا الجزء الاول. فوالا بعد ما غسلت وفرشت لهذا الطابي اللي شاركت لهم معاكم في المشتريات اللي فاتوا. هنا البنات ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتدعموني حبوباتي بنت بلادكم. ونتمنى لكم رمضان كريم، وشكرا حبوباتي، وفرجة ممتعة. نحبكم كامل.